بشاطئ خير الدين بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة اختتام الدورة الثانية لتظاهرة فرحة الشاطئ، تظاهرة يتضمن برنامجها عددا من الأنشطة الرياضية والثقافية والبيئية. هذه واحدة من فقرات برنامج اختتام الدورة الثانية لمهرجان الشاطئ، تظاهرات دارت أنشطتها على شاطئ خير الدين بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة. المباريات الرياضية خاصة في كرة القدم أحدثت أجواء تنافسية بين الفرق المشاركة في هذه الدورة، كما مثلت حافزا للأطفال حتى يقبلوا على ورشات الرسم ويساهموا في تنظيف بعض شواطئ الضاحية الشمالية. أنا جيت نرسم على الطبيعة باش نجموا نقدموا للعباد اللي نحن نجموا ننظفوا البيئة وردوها مزيان، ولازم ننظفوا الشواطئ وخليهم ديما نظاف. مادام بعد نكوروا فيهم وباش نجي انا وامي وعائلتي باش نقعدوا ما نجرحوش، واحد ما يسالش ننظف علاش لا؟ كان يجيهم يلمد له السخم نتاعو، مش احنا التعبين ياسر يعاونونا. مهرجان فرحة الشاطئ بدأ محليا وأصبح جهويا ومن الممكن أن يصير وطنيا. العمل التطوعي من أصعب الأعمال، معناه الإقبال عليها الشباب ضئيل جدا جدا. وصلنا معناه باش نحفزوا الشباب من خلال أنشطة بيئية، حملات تحسيسية والحملات التطوعية، نحفزوهم برحلات بيئية باش لقينا إقبال. بنجاح هذه التظاهرة يكون على المستوى الإقليمي بتونس الكبرى، ولما لا أنها تصبح على المستوى الوطني، تكون فرحة شاطئ على المستوى الوطني. الرحلات البيئية والجوائز الرمزية للمتفوقين في مختلف الفقرات هي من ضمن الحوافز التي تقدم للأطفال لتشجيعهم على الانخراط في العمل الجمعياتي. علم الأطفال وهم يلعبون هي المقولة التي تنطبق تماما على هذه التظاهرة التي أسستها فقرات فنية ورياضية، وهي تهدف بالأساس إلى التوعية بأهمية البيئة والمحافظة عليها. طارق بن معاوي للتلفزة الوطنية التونسية من شاطئ خير الدين تونس العاصمة.